بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكي ميمة؟ نتمنى ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير وانتي تشاهدي في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نديروا مشروع مازلنا دائما مع سلسلة المشاريع واللي هي بقماش الباش. هذا المشروع نحتاج فيه قطعة صغيرة فقط من القماش تاع الباش. العرض يكون 50 سنتيم اما الطول 40 سنتيم هكذا. هذا المشروع هو مئزر مطبخ بهذا القماش، واذا راكم تشوفوا في القطعه صغيره جدا انا رايحين نزيدوا لها واحده تشرشيف ساير داير على المئزر، رايح يزيد لنا في الفوليوم تاعها يعني في الطول والعرض. نحتاج قطعتين من قماش الدراوات اللي الطول تاعهم 20 على 20 سنتيم ولا 20 على 22. خلاص، نحتاج قطعة من القماش ولا شريط الطول تاعو 1.60 متر والعرض تاعو 8 سنتيمتر، من 8 حتى 10 سنتيم. ونحتاج أيضا زوج أشرطة العرض تاعهم 8 سنتيم أما الطول فهو طول الدرا تاعنا اللي فيه 240 متر. خلاص، لحد الآن هذا ما نحتاجه في هذا المشروع هذا. يلا على ماكينة الخياطة ونقولوا بسم الله ونبداو بالخطوات الأولى. أول حاجة قلت لكم هذا القطعة تاع القماش فيها 40 في الطول تاعها، أما العرض فهو 50 سنتي. 40 هذيك دوك نتوما تجيكم صغيرة بصراحة. نقول لكم دوك نزيدوا الحزام ونزيدوا القطعة تاع القماش في الأسفل اللي رايحة تزيد لنا في الفوليوم تاع المئزر تاعنا. كي نكونوا نفصلوا في الحوايج تاعنا ولا في هذه القطع لازم نكرونتيو الوسط تاع كل قطعه. انا لهنا كيما شفتوني كرونتيت القطعه تاع الطابليه وكرونتيت القطعه تاع الحزام من الفوق ومن الاسفل، يعني في الجهتين في زوج. نروحوا للشريطه تاعنا، هما زوج اشرطه. اول حاجه نلصقوهم في بعضهم، ثاني حاجه نروحوا نديروا كفه على طول الشريط بعد ما نلصقوهم في بعضهما بالخياطه. تحبوا الخياطه عفوا الانجليزيه، تحبوا ديروا كفه عادي، تجملوا الاشرطه تاعكم في زوج بكفه رقيقه وبعدها تروحوا ديروا كفه على جهه واحده من هذاك الشريط. اللي راني خيط باللون الاحمر. في فيديوهاتي السابقه راني ننسى ما نقول لكمش باللي كل ما تخيطوا قماش خيطوه باللون تاعو. هذه مفروغ منها البنات، ماشي حتى نقولها لكم مبدعاتي، نعرفكم مبدعات، ماشي حتى نقول لكم باللي الطابليه حمراء نروحوا نخيطوها باللون اسود، ما تصلحش. لازم نخيطوها على الاقل باللون اللي يكون قريب للون تاع القماش تاعنا. مثال اللون الابيض يخرج مع الالوان الفاتحه، نقدروا نخيطوهم مع الغاز، نقدروا نخيطوا ماشي مع بالغاز يعني الغاز نخيطوه بالخيط الابيض. الالوان الغامقه نقدروا نخيطوهم باللون الاسود. يعني بريسك اللون الابيض والاسود نحتاجوه في بزاف حوايج، مي الالوان هذو لازم لهم اللون تاعهم. ليسونسيال انا خيط باللون الاحمر، نتوما ثاني كل قماش خيطوه باللون تاعو من الافضل. اول حاجه نديروها هي هذاك البليات اللي يجيو في المئزره تاعنا. نروحوا نحطوا الشريط هذاك الحافه على الحافه بحيث الكفه تكون الجهه الداخليه تاع الطابليه تاعنا، والحافه تاع القماش نروحوا نحطوها على الحافه تاع المئزر ونبداو نبليو للاعلى. اذا بليتوا للاعلى معناتها البليسي هذاك رايح يجي للأسفل، دايما يجي العكس. وإذا كنتوا في الخياطة تبليو وانتم تهبطوا للتحت، أعرفوا باللي كي تقلبوا الخدمة تاعكم رايحين يجيبكم البليات للأعلى. نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوها. اللي هنا أنني نركب لكم فقط به تفهموني وش رايحة ندير. أني ندير لكم بليزي بانجل مي ذكر على ماكينة الخياطة ونبدأ نخيط فيهم. كي نكون نخيط فيهم لازم كل ما ندير بلي جوست ما نمشي ميم با نصف سنتيم نزيد نبليي واحد اخر. يعني هذو البليات تاوعي رايحه نديرهم قراب لبعضهم بزاف. خلاص لازم يجيو قراب لبعضهم بزاف. اما القيمه تاع البليه هذيك رايحه تكون 1.5 سنتيم. نروحوا نديروا بليات على جميع
ولا على الحافه تاع المئزر تاعنا كامل ساير داير، نخليو غير القطعه العلويه رايحين نركبوا فيها الحزام. نروحوا على ماكينه الخياطه، وللاسف الشديد صدقوني غير خيطت معاكم كيفاش نخيطوا هاد البليات وكيفاش كي نلحقوا الكوا ندوروا كيفاش ندوروا. للاسف التليفون ما كانش يصور وانا كان عن بالي راني نصور. المهم لقيت المقطع ما كانش، والله ما قدرت ما ضحكت ما بكيت كما يقولوا مواتنا. دوكا واش نروحوا نديروا الخطوه المواليه بعد ما كملنا البليس. يعني شرحت لكم باللي نبليو قدام بعضهم، نلحقوا لهذاك الكوا، نخليو البرا مغروسه وندوروا القماش عادي جدا ونكملوا نبليو حتى نكملوا مره. بعد ما نكملوا الخطوه المواليه هي نروحوا نجيبوا الجيوب تاع المئزر تاعنا. شوفوا نخليو الجهه العلويه فقط، نروحوا احنا للجوانب نديروا طيه واحده برك، نطويوها طيه للداخل ونخيطوها مره. اما الجهه العلويه نروحوا نديروا لها كفه، يعني طيه اولى وطيه ثانيه بهذا الشكل. اما الجوانب والقاعده رايحين نديروا لهم قلت لكم طيه واحده بهذاك التشرشيب يدخل للداخل، هذا مكان خلاص. نروحوا نعينوا المنتصف تاع المئزر تاعنا، نحكموا الحافه تاع المئزر نحطوها في المنتصف تاعو، نعدلوا مليح القماش تاعنا، نسويو الاطراف مليح حتى نتحصلوا على المنتصف تاع القطعه هذه. احنا الجيوب تاعنا رايحين نديروهم واحد في الجهه اليمنى وواحد في الجهه اليسرى، ما علينا الا نخدموا بالمنتصفات. بعد ما عينت المنتصف تاع المئزر نروحوا نعينوا المنتصف تاع الجيب، نطويوه على 2 ونبلاطيوه هذيك الجهه المطويه نبلاطيوها مليح بيدينا فقط. رايح يبان معنا هذاك المنتصف. نروحوا نحطوا المنتصف على المنتصف ونحكموا بليزي بانجل ونروحوا نخيطوه. انا لهنا جبت الميطره وبديت نشوف اسكو راني نفس القياسات ولا لا. لقيتهم نفس القياسات، بديت نحكم بليزي بانجل باه يساعدوني. المبتدئات ليزي بانجل راهم يخدموا كخياطه اوليه ولا كخياطه اولى. نروحوا نديروا البوان داغي ونبداو نخيطوا الجيب تاعنا. بعد ما نكملوا خياطه الجيب نروحوا نقيو الخدمه تاعنا كامل من زوائد الخيوط. انا لقيت شويه برك ديكالاج من الجهه العلويه، رحت نحيتها وعاودت كرونتيت الطابليه تاعنا. نجيبوا الحزام بعد ما كنا كرونتيناه في بدايه لا فيديو، يا اخي قلت لكم كرونتيوه باه نحطوا المنتصف على المنتصف، بحيث الوجه تاع القماش الاني يعني الحزام على ظهر المئزر كما راكم تلاحظوا راه موضح في الشكل. نحكموا بليزي بانجل، نعدلوا مليح هذيك البليات الاولين باه ما يجيناش الاعوجاج، نحكموا بليزي بانجل ونروحوا نخيطوه. ليزي بانجل رايحين يساعدونا بزاف في الخياطه تاعنا، ما همش رايحين يتعبونا مره على الماشينه. حاولوا اي حاجه تسهل عليكم الخياطه اخدموها. اذا التزم الامر يعني حاجه ما عندكمش ولازم تشريوها لموا لها دريهماتها واشريوها. يعني نحاولوا نعاونوا رواحنا باي حاجه تساعدنا في الخياطه. اول حاجه تسهل علينا، ثاني حاجه مش خساره في هذوك الدريهمات، ثالث حاجه احنا نحبوا الخياطه باه نسهلوها على رواحنا، ما نتعبوش فيها باه ما نكرهوهاش. هي الخياطه مش صعيبه، احنا اللي رانا نصعبوا فيها على رواحنا. ليسونسيال بعد ما كملت خياطه الحزام الا على القطعه تاع القماش تاع المئزر عفوا فقط. من بعد نروحوا للوجه الصحيح تاع المئزر تاعنا ونطويو طيه اولى للداخل على بعد 1 سنتيم. شوفوا باش نغطيو عفوا هذاك التشرشيب تاع الحزام ونحطوه فوق الخياطه الاولى، بحيث يعني الحزام تاعنا لازم يغطينا الخياطه الاولى هذيك اللي كنا حكمنا بها الحزام من الجهه الخلفيه. بعد ما نحكموا الحزام تاعنا على الوجه تاع المئزر بليزي بانجل نروحوا لبدايه الحزام نطويو طيه للداخل كما شفتوني ونروحوا نخيطوا العرض تاع الحزام تاعنا. من بعد نخليو البرا مغروسه كما راكم تشوفوا ونبدا انا نعدل في القماشه تاعي بحيث ندخل 1 سنتيم للداخل من كلتا الجهتين
ونعدل مليح مليح المئزر تاعي، ما نشبحش باه ما يجينيش هذاك الاعوجاج وهذاك الديكالاج. ومن جهه اخرى نروح نخيط الحزام تاعي عادي. بعد ما نلحقوا لهذا البلايص هذو نحاولوا نديروا البوان داغي هكذا باه نضمنوا باللي يتحكموا مليح، باسكو كي نعودوا نزيروا في المئزر تاعنا شويه هذيك البلاصات تتزير بزاف وقادره تتقطع. نكملوا خياطه الحزام تاعنا عادي جدا حتى الاخر الحزام بنفس الطريقه، ونروحوا نكملوا التزيين تاع المئزر هذا. تقريبا بقات لنا خطوه اخيره واللي هي خياطه هذا لو نو هذا اللي كنت انا خدمته بقماش الباش. قعدت لي انا هذا القطعه ورحت خيرت هذوك الخطوط اللي فيها الالوان. عجبني هذا لو نو هذا جا ما شاء الله. انا درت عيني ميزاني وبريسك الطول 13 سنتيم والعرض 8 سنتيم، وانتم ديروا على حساب حابينو صغيور ولا كبير ولا تحبوا ما ديروش مره. ليسونسيال زاد له جماليه، ما نكذبوش. وشوفوا انتم يعني انا عجبني، وخلي لي رايكم في لي كومونتير. بعد ما نروحوا نديروا لو سيرجي على الحوافه تاعو ونزيدوا نطويوه على 2 كما شفتوني، ودرت له السيرجي على الجوانب ايضا. نروحوا نعينوا المنتصف تاعو ونبداو نبليسيو فيه بالعقل. بعدها نحكموه بهذا الشريط اللي كنا ديجا خيطناه، العرضه تاعو 3 سنتيم، نطويوه على 3 مرات هكذا، والمره الثانيه فقط 2 مرات عفوا، المره الاولى والمره الثانيه، ونروحوا نخيطوه على طول هذاك الشريط، بحيث الطول تاع الشريط هو دوران هذاك لو نو اللي خدمتوه نتوما. شوفوا كيفاش خرج روعه، انا عجبني. قال لك حوحو يشكر روحو. معليش حبوباتي زيدوا شوفوا لي نتوما رايكم وقولوا لي اسكو جات مليحه هذا المئزر هذا جا مليح ولا لا. نروح انا نحكم البابيونات تاوعي بالبيستولي فقط، واذا حبيتوا تخيطوهم باليد خيطوهم يكون احسن. ونحدوا المئزر تاعنا مليح مليح بحيث هذاك البليسي كامل استوى، يعني هبط كيما نقولوا احنا، حددناه مليح. ودرت السيرجي تاعي على كامل المئزر في نيت الخدمه تاعي. هذا هو الشكل النهائي للمئزر تاعنا. هكذا نقدروا نبيعوه 35,000 حتى ل 40,000 لانه فيه الخدمه تاع البليسي والشكل تاعو جا بزاف هايل. هذا هو مئزر مربع الشكل بقماش الباش لمشاريعكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم، ونتمنى نكون وفقت في الشرح وفهمتوه مليح. واذا حبيتوا ديروهم كمشاريع ديروا على شكل كاري، ديروا على شكل دائري، نوعوا في الاشكال ونوعوا في الموديلات، يعني في الديكور. واحد ديروا له 2 جيوب، واحد ديروا له جيب واحد في النص، واحد ديروا له جيب الكنغر. نديروه ان شاء الله مع بعضنا في لي فيديو القادمين ان شاء الله. ونوعوا في الالوان وسوقوا المنتوج تاعكم باذن الله رايح يتمشى مليح مليح. واللي حابه دير مشروع وراهي خايفه نقول لك قولي بسم الله، ما تخافيش وانجاجي. وشني الحاجه الوحيده ما تكثريش بزاف، ما تشريش رولو كامل ولا الا هنا نصف متر من القماش رايح يخدم لك 3 مآزر، عفوا 3 مآزر، نصف متر فقط يخدم لك 3. فيه ربح ما شاء الله. ما تبخلوش عويشه باللايك والرحمه على ابي الغالي، ومع السلامه.